النهارده هنجرب الاكله المفضله للاطفال الناجتس، وهنجرب نعملها من 5 شركات مصريه مختلفه: شهد، حلواني، شيكيتيتا، واطياب، وثري شيفس. بس خلينا نبدا بارخص ناجتس معانا. ارخص ناجتس هنجربه ناجتس شهد. العلبه دي كيلو ب 176 جنيه، بس عشان كل اللي معانا النهارده 400 جرام، 400 جرام ب 70 جنيه. هو الناجتس حجمه كبير ولونه ذهبي قوي من بره، ممكن تعملها في الزيت او الاير فراير. خلينا نقوم نعمل كده شويه في الاير فراير بما انه هيبقى صحي اكتر، ونرجع ندوقهم. كده 8 دقايق بالظبط في الاير فراير. دي كده بعد ما استوت. وكل الناجتس تقريبا بيبقى عباره عن مفروم فراخ. بسم الله. هي طعمها حلو كبهارات وكبريدنج من بره، انا بس حاسسها مفرومه بزياده شويه. هو كل الناجتس بيبقى عباره عن مفروم فراخ. نجرب بعد كده ناجتس شيكيتيتا. الشركه دي لسه ظاهره جديد، بشوفها اليومين دول في السوبر ماركت. الشيكيليتا بتاعت بوباترول. العلبه دي 400 جرام ب 78 جنيه. شركه الاسماعيليه للاستثمار الزراعي والصناعي. كلهم تقريبا مكتوب عليهم فولي كود. الناجتس كله شبه بعضه. دي لونها اصفر وحجمها برضو كويس. دي بعد 12 دقيقه في الاير فراير حاولنا نوصل للونها الذهبي. هو لون البريدنج بتاعها فاتح شويه. هي دي مفرومه اكتر من اللي قبلها. هو البريدنج بتاعها خفيف ودي حاجه كويسه، بس هي تقريبا ما فيهاش اي بهارات. حسيت ان يبقى فيها طعم فلفل مثلا، لا مش موجود خالص. ده يرجع عشان في اطفال مثلا ما بتحبش البهارات دي كلها ولا ايه. هي برضو مفرومه بنفس فكره الناجتس. طالما ناجتس اكيد لازم نجرب حلواني. دي 400 جرام برضو، بس دي مكتوب عليها 20 قطعه. جوده حلواني. وحلواني دي 400 جرام ب 97 جنيه. احنا بنطلع بالسعر في الفيديو. هو حجمه صغير شويه وحاسه شبه المسحب. مكتوب عليه كرانشي ناجتس الدجاج. فيلا بينا على الاير فراير. دول 8 دقايق في الاير فراير. دي اكتر ناجتس شكلها حلو بصراحه، وتحس ان البريدنج بتاعها كرانشي جدا. طعم البهارات فيها حاجه باينه قوي. سنه ليمون مثلا. من ناحيه كرانشي، فالبريدنج بتاعها كرانشي جدا وانت بتاكلها، وطعمها مميز بصراحه شويه. برضو حاسس فرمتها هاديه، حاجه بسيطه جدا عن الاثنين اللي قبل كده. اللي بعده معانا بعد كده ناجتس اطياب. بس اطياب ما لقيتش فيها ناجتس عادي، لقيت حاجه اسمها فان ناجتس. ناجتس المرح، وتقريبا ان هي معموله على شكل ديناصورات. ودي 400 جرام ب 118 جنيه. انتاج شركه الاسماعيليه للاستثمار الزراعي والصناعي. فاللي عامل اطياب دي هو اللي عامل شيكيتيتا. عاملين على شكل ديناصورات ومش كلهم شبه بعض، اكتر من شكل، ممكن يكونوا 4-5 اشكال مثلا. فكره بصراحه مختلفه عن باقي الناجتس اللي موجود في السوق، وبالتالي هتشد الاطفال اكتر. اللون البريدنج بتاعها فاتح برضو شويه. حاسس ان فرمته هاديه شويه. طعم البريدنج نفسه فيه طعم كده حلو، وتحس ان الفراخ من جوه فرمتها هاديه شويه، مش مفرومه قوي يعني. هي كفكره وطعم حلو قوي. اخر واحد واغلى واحد معانا في حلقه النهارده ناجتس ثري شيفس. دي 400 جرام ب 124 جنيه. انت فاهم، انت جاي بقى من 78 رايح لل 124. عاوزين نعرف ايه الفرق. دي اصغر ناجتس معانا النهارده، ولونها فاتح قوي. الباقي كلهم كان لونهم ذهبي، بس الاهم طعمها بعد ما نسويها. دي اغلى ناجتس هنجربها زي ما قلت لكم، وهي لونها ذهبي شويه. عايز افتحها. بس صعبه وانت بتقطعها شويه. في عضة فراخ. دي اكتر ناجتس وانت بتاكلها بتحس بعضة فراخ. هي تحسها مفرومه بنسبه قليله جدا. تحس ان في يعني قطعه صدور فراخ انت بتاكلها. هي كطعم برضو فيها طعم ليمون باين. هي اقرب شويه ان هي يكون فيها نسبه نسائل من الصدور. كده احنا جربنا 5 انواع من الناجتس، وجربنا فرق الاسعار ما بينهم. فرق الكواليتي ما حسيتهوش كبير قوي. عاوزكم تكتبوا لي انتوا بتحبوا ناجتس ايه او بتستخدموا ايه في عندكم في البيت، وتجاربكم مع الشركات بتاعت النهارده. ودي كده كانت ثالث حلقه من سلسله اللانش بوكس. ما تنساش لو الفيديوهات دي بتعجبك تعمل لايك وشير للفيديو. شكرا جدا ليكم. سلام.